السلام عليكم، سعيدة بلقياكم من جديد. وسمحوا لي على هذه الغيبة اللي طولت عليكم بزاف. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم الخميرة البلدية. كيف ما كتعرفوا الخميرة البلدية غنية عن التعريف، نظرا للفوائد ديالها. غنية بفيتامينات، بفيتامين بي، وغنية بالبروتينات، وغنية بالالياف والاملاح المعدنية. والناس اللي عندهم مشكل ديال الامعاء صراحة تنفعهم مزيان في الخبز اللي كيطيبوا في الدار، احسن من الخميره الاخرى. غادي ندوزو. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا راه انا ديجا هنا وجدتها قديتها، وهنا كنوريكم الطريقه كيفاش جات. هنا راه جات خامره مزيان، يعني هنا صافي كيكفيكم غير انكم تهزوا منها واحد الكميه باش تخمروا بها العجينه ديالكم، وصافي. وكتزيدوا واحد شويه ديال الدقيق تخلطوه بالماء صافي، وكتخليو عاوتاني كتربى من جديد صافي. وكتبقاو نتوما هكا يعني يوميا فين ما كتعجنوا كتبقاو نتوما كتربيو فيها، فهمتوا؟ يعني بهذه الطريقه. هنا غادي ندوزو ان شاء الله طريقه التحضير والمقادير ديالنا، اللي هي مقادير سهله وبسيطه. غادي نحتاجو فيها واحد الزلافه ديال الدقيق القمح الكامل، تقريبا 180 غرام ديال دقيق القمح الكامل، واحد 3 تمرات بالعظومه ديالهم، وغادي نحتاجو كاس ديال اللبن ديال العنبه، يكون فيه تا هو 180 غرام ديال سواء ماء معدني او اللبن طبيعي، يعني ما يكونش اللبن المصنع اللي كيكون في الساشيات. يعني تقدروا تعوضوا اللبن تعوضوه بالماء المعدني صافي. وغادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غنبداو نخلطوا داك الدقيق القمح اللي عندنا بداك اللبن، وحنا كنخلطوا غير بشويه حتى نحصلوا على الخميره ديالنا. غادي تشوفوا كيفاش خاصها تكون. حاولوا تضيفوا اللبن غير بشويه باش ما تجراش لكم العجينه ديالكم وتجيكم جاريه بزاف وما تصدق ليكمش. كنبداو غير بشويه بشويه وحنا كنجمعوا الدقيق القمح اللي عندنا بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. صراحه هاد الخميره راه مزيان الناس اللي عندهم مشكل ديال الامعاء، راه احسن حاجه ما كاينه عندنا في الكوزينه ديالنا، احسن من الخميره الاخرى اللي كتكون مصنعه وفيها بزاف ديال المواد الحافظه. اللهم الحاجه اللي كتكون بلديه كتكون مزيانه وحتى الانسان كيبقى في الصحيحه ديالو. صافي غادي نبداو نخلطوا بشويه بشويه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا صافي. وغادي ناخذوا التمرات اللي عندنا تكونوا ديجا راكم غسلتوهم، وحاولوا تحيدوا لهم هذاك داك الحاجه البيضاء اللي كتكون وسط في يعني في النواه ديالو، يعني تخلوه بالعظم ديالو، داك التمر يبقى بالعظم ديالو. وغادي نضيفوه على العجينه اللي عندنا. الله، كما كتلاحظوا معنا صافي. هنا غادي نضيفوا تمر، 3 تمرات، يعني ما تزيدوش عليهم، 3 تمرات كافيين. غادي نحاولوا نفتحوهم ونديروهم هكا. هاد التمر اللي عندنا ما فيش هذاك النواه البيضاء صافي. وغنحاول انني نغطي داك التمر اللي عندي. هاد التمر غيساعد الخميره ديالي انها باش تصدق ليا. صافي غادي ناخذوا. هنا راه حنا سالينا الخميره ديالنا وجدناها. هنا العجينه ديال الخميره، يعني الخميره البلديه مازال موجدت، يعني راه خاصها على الاقل 48 ساعه عاد باش توجد. هنا غادي ناخذوا واحد البواطه. انا هنا كانت عندي غير بواطه ديال البلاستيك، هي من الاحسن تكون عندكم بواطه ديال الزاج. ديال الزاج هي كتكون صحيه. انا عييت نقلب ما لقيناش واستعملنا هنا غير ديال البلاستيك. صافي غادي ناخذوا العجينه اللي حنا خلطناها وحاولوا التمر يبقى وسط العجينه صافي. وغادي نخلوا هاد الخميره ديالنا تربى لينا مده 48 ساعه. 48 ساعه كافيه باش ان الخميره ديالكم
يعني تضاعف في الحجم ديالها وصافي. وفي هذيك الوقيته نقدروا اننا نستعملوها في الخبز ديالنا، في المخيمرات، سواء خبز ديال الشعير او الخبز ديال الخبز العادي، سواء اللي كديروه بالفينو وبالدقيق العادي. صافي هنا غادي نخليوه في واحد المكان دافئ نظرا للجو اللي كاين دابا. يعني الناس اللي مثلا في مناطق اللي هي بارده شي شويه يحاولوا يحطوها في شي بلاصه اللي هي دافيه. صافي وخليوها تربى ليكم. النتيجه كما كتلاحظوا هنا صافي الخميره ديالنا راها ولات عندنا موجوده كما كتلاحظوا. شوفوا الفقاعات اللي عندنا في الجانب ديال البواطه ديال البلاستيك. يعني هنا تعرفوا ان الخميره ديالكم راها صدقات وصافي وموجوده انكم باش تستعملوها في الخبز ديالكم. صراحه شي حاجه اللي هي صحيه واحسن من الخميره الاخرى. هنا نقدروا نستعملوا هذه الخميره ديالنا نستعملوها في الخبز، سواء خبز ديال الشعير كما قلت لكم، سواء الخبز بالفينو او بالفورص، سواء في المخيمرات. الفيديو ديالنا هنا سالا، نتمنى نتلاقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه لا عليكم. تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.